عملت فيديو قصير رديت فيه على مصطفى بكري لما كان عامل دعوة بيدعو العاملين بالخارج انهم يتبرعوا ب $200 لمصر. انا عملت الفيديو رديت على الشخص اللي هو مصطفى بكري وعلى فكرة هو طرحها اللي هي تبرع العاملين بالخارج ب $200. وقلت في الفيديو ان العاملين في الخارج فيهم اللي مكفيهم. ويعني اغرب حاجة بعد كده التعليقات اللي جت على الفيديو بعد كده، ناهيك عن الناس اللي هاجموني انا في شخصي وكده، ده ما يهمش باي حال من الاحوال. لكن يعني في بعض الناس اتهموني باني خائن للوطن. ازاي يعني خائن للوطن؟ هل الوطن هو مصطفى بكري؟ هل الوطن هو فلان ولا علان ولا علان؟ هل لما انا اجي على شخص على الفكره اللي هو طرحها وبعترض عليها ابقى انا كده خائن للوطن؟ انا ما اتكلمتش في تحويلات المصريين اللي هي المصدر الاول للدخل في مصر. كلنا بنحول، عندنا اهل في مصر بيصرفوا بيحتاجوا فلوس، كل ما يتيسر مبلغ والله بنوفر من قوتنا احنا نفسنا ونبعت لهم، دي ما فيهاش كلام. لكن كان الاعتراض على الفكره نفسها اللي هي التبرع. اولا من الجهه اولى اولى بيك انك تبدا انت بنفسك، انت ما شاء الله على مدخولاتك اللي بالملايين، وتبعد شويه عن العاملين بالخارج ولا بالداخل. يا اخي ما يكونش اول حل يتبادر الذهن على طول هو جاب المواطن كان في الداخل ولا في الخارج. شوف حلول تانية وسمعنا كده ان انت تبرعت. انا $200 تفرق معايا، لكن انت $200,000 ما تفرقش معاك. يا اخي احنا متغربين، يعني الله وحده يعلم بحالنا. يا اخي كفايه ان احنا يعني عايشين، يعني مش عايز اطول الفيديو بس كل اللي اتغرب عارف. فرجاء يعني الاخوه اللي بيعلقوا رفقا يعني بينا يعني وتريث يعني شويه. انا هل التعليقات اللي جاتني ما جاش فيها مسبه وشتيمه لاستاذ مصطفى بكري؟ والله جا كتير، لكن انا ما سمحتش باي تعليق منهم. انا مش معنى ان انا اختلف معاك في الرأي ان انا يعني اتجاوز في حقك او اجرح فيك، لا، انا اختلف معاك في الرأي واقول رأيي وانا متمسك برأيي على انه صح. ممكن انت اللي رأيك انت اللي يكون صح، فلذلك لابد ان يكون فيه احترام متبادل. فانا لم اتجاوز في حق مصطفى بكري بكلمة، ولم اسمح لاي حد انه يتجاوز في حقه، رغم ان انا والله واشهد الله ان انا ما بحبه، والموضوع غير شخصي بالمرة، يعني مفيش بيني وبينه حاجة ولا يعرفني ولا أعرفه. الموضوع موضوع يعني مبادئ ويعني وآراء، لكن ده ما يدينيش الحق أبدا إن أنا أتجاوز في حقه أو أسمح بالتجاوز في حقه. فالإخوة اللي بيعلقوا يعني رجاء يعني فكر في الكلمة قبل ما تقولها. الكلمة يعني الكلمة أمانة، ففكر فيها كويس قبل ما تقولها. بس كده يا حضرات. وبرضه هنتقد مصطفى بكري وغيره وهعمل فيديوهات، لكن هلتزم المبدأ اللي زي ما قلت لكم، لن اتجاوز في حق حد ولن اسمح بالتجاوز في حقه، ومش هسمح ان حد يتجاوز في حقي انا كمان. شكرا لحضراتكم.